واحد النهار اخوتي بغيت نطيب الحكيم طاجين ياك. كنت في المغرب ماشي هنا؟ كنت في المغرب، كنت يلا عايشين ديك الساعه في المغرب. قلت الحكيم انا اول زواج ديالنا انا وحكيم ما كنتش كنطيب نهائيا، يعني اول عام قضيتها لي بات الدجاج ما طايبش، الكفته خضراء، يعني خرجت على السيد اول عام، فهمتوني؟ ايوا قلت اجي نفاجئ هاد السيد ياك اللي هو راجلي ياك، قلت ندير معاه بطن مزيان نمشي نطيب ليه طاجين. ولكن فكرت بان راه ما تصدقنيش، غتخرج يا اما خضره يا اما ما طايباش. وانا واحد النهار دايزين انا وحكيم من عند مول الطاجين، وانا نشوف في مول الطاجين كنت لا واحد الجزار يبيع الطواجن. جزار ياك الجزار يبيع الطواجن، كيبيع الطواجن. طاحت عليا واحد الفكره، واحد البلان طاح ليا، نمشي عند مول الجزار نطلب منه داك الطاجين ونخلصو، فهمتيني؟ وانا نمشي اتفقت مع هذاك مول الجزار، هو كيعيطوني مول الجزار، اتفقت معاه قلت له شوف غدا ندوز عندك مع الوحده ناخذ من عندك الطاجين باش غدا نفرح راجلي، انا راه ما كنعرفش نطيب، ولا بغيتي تعطيني ديك الطواجن نخلصك فيه. قال لي ما نقدروش، قال لي ولكن الا بغيتي تاخديه وترديه ليا ماشي مشكل. قلت له شوف باش نضمن ديك الطاجين ديالك انا نعطيك بحال ايش مثل ضماني، قلت له بعطيك 20 درهم لا بونز. لا ماشي لا لكن هيا نسيت. المهم جارانتي قال لي لا ويلي ماشي لهاد الدرجه. قال لي ها سيري خذي اختي ورديه ليا. قلت له صافي واخا انا راه كلمه وانا مشيت ديك النهار جا حكيم للدار، قلت له شوف حكيم انا غنمشي نتسخر واحد دقيقه ورجع لي، ودايا معايا بديت معايا ميكا كحله بس زعما ما يشوفنيش زعما جايباه من الزنقه ياك. وراه مشيت شفت داك الطاجين خبحته وانا نحطو ليه وجلس، وعرفتي قلبي كيدير دق 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 كي خفق قلبي، خفت يحصلني ونتحرش. انا ما بغيتش نتحرش قدام هاد السيد، فهمتوني؟ ما اول عام من الزواج انا بغيت ندير بلاصتي معاه وانا وشنو دار جلس حكيم. ملي جلس قال لي واه انتي طيبتي؟ حتى شي حد انا طيبتو لك انا ما حتى شي حد ما عاوني. النهار الاول دخل بغش. نهار الاول لا، اول ما تجوزتك والله كنت على نيتي، بعد ما تجوزت السلامه ما بعرف اصلي قوالب صرت بحال حكيم. قوالب لا حرام، ما فيش هادشي، بلا كذوب الله حرام. المهم نكمل لكم. جلس وقال لي هادشي بنين وكياكل، وانا كناكل معاه عجبني. انا ما بين لكم عقت بها غير باش تحرجها. حليب حيت اصلا البنه تكون عند المغاربه ما نفرقش بين الطاجين ديال الدار والطاجين ديال الزنقه ياك. المهم نكمل لكم. بعد مرور 5 سنوات من زواجنا اعترفت للحاكم، قلت له داك الطاجين ماشي من عندي قلت له راه خديته من عند الجزار وديك الساعه ليش انا لما حكيت لك قلت لي بصح كتكذب عليا ياك؟ لا باش تحرجك، ما بغيتيش تحرجني. ظريف هاد السيد ياك، الله يعمر هذا. ويا عرفتي ملي قال لي بنين بقاي طيبي ليا، انا بقيت كنخمم خاصني نخلص كل نهار 20 درهم قلت لي هذا مصروف بزاف ولكن المهم هذا هو السبب. تعلمت الطاجين وتعلمت اطبخ، فهمتوا علي؟ فيعني كنت كنطيب ورمي نطيب ورمي، تعلمت الحمد لله. يعني الانسان ما ييأس، ما يئسش الانسان، خليكم اقوياء كما خرجت الطياب عطوه لمولاكم. لكن اصلا مثلا ما كنتش انت اللي كنتخاصم عندك علاش؟ لا حرام صراحه.